السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في إحدى قرى محافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية، الشرطة بتتلقى بلاغ من ربة منزل بتقول في البلاغ إن بنتها اللي عندها 10 سنين مختفية ومش لاقياها، وإنها دورت عليها في كل مكان لكن ملهاش أي أثر، وخصوصا إن بنتها دي عندها إعاقة ومش بتقدر تتحرك. وبعد البلاغ الشرطة اتحركت وبدأوا في عمليات البحث عن الطفلة علشان يكتشفوا في النهاية جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن نسمع عنها. مش هطول عليكم، جاهزين؟ يلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في يوم الجمعة 3 سبتمبر سنة 2021 في قرية الصوامعة شرق بمركز إخميم بمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية، الأم اسمها أرزاق وعندها 35 سنة ربة منزل، والأب اسمه حمادة وشغال نجار في إحدى القرى المجاورة، وعندهم طفلة اسمها شيماء وعندها 10 سنين. شيماء طفلة مريضة بضمور في المخ، والمرض ده كان مسبب لها إعاقة وما كانتش بتقدر تتحرك. وفي اليوم ده اللي هو يوم الجمعة، أرزاق راحت إحدى الجمعيات الخيرية اللي موجودة في القرية علشان تاخد مساعدة، وده لأن زوجها حمادة شغله بسيط ومش مكفي مصاريف علاج بنتهم شيماء. ولأجل الحظ في اليوم ده حمادة هو كمان كان عنده شغل في قرية جنبه. المهم أرزاق خرجت من البيت وسابت شيماء بنتها نايمة على سريرها، وراحت مشوارها وعارفة إنها هترجع على طول. وفعلا أرزاق ما اتأخرتش وراحت مشوارها ورجعت على طول على البيت. لكن أرزاق أول ما رجعت لاحظت إن بنتها شيماء مش موجودة على سريرها، وده طبعا أمر صعب لأن شيماء زي ما قلنا مريضة وما عندهاش القدرة على الحركة. وللحظة الأولى فكرت إن بنتها ربنا شفاها وحصلت المعجزة وقدرت تتحرك، لكن بعد ما دورت عليها في البيت كله ما لقتهاش، بدأ الخوف يسيطر عليها وبدأت تحس بالقلق على بنتها. وبسرعة خرجت الشارع وفضلت تدور عليها في كل حتة، وفضلت تخبط على كل البيوت وتسألهم على شيماء، لكن كل الجيران أكدوا إنهم ما شافوهاش. وكان من ضمن البيوت دي بيت عم الطفلة شيماء واسمه أحمد، وعنده 39 سنة وشغال سواق على توك توك، ومتزوج من نورة اللي عندها 27 سنة، وعايشين في البيت اللي جنبهم على طول. أرزاق بعد ما قالت لأحمد عم شيماء إنها مش لاقياها خرج معاها وفضلوا يدوروا على شيماء، والقرية كلها كانت بتدور معاهم. وبعدها أرزاق قررت إنها تكلم حمادة زوجها وتعرفوا إنها مش لاقية بنتهم شيماء. بعدها راحت مركز الشرطة وبلغت عن اختفاء بنتها، وبسرعة الشرطة بتشكل دورية ويبدأوا في البحث عن شيماء. وفي الوقت ده حمادة والد شيماء ساب الشغل ورجع بسرعة، ولقى زوجته أرزاق في حالة انهيار، والقرية كلها مقلوبة والكل بيدور على بنته شيماء. الشرطة في البداية عملوا كمائن في كل مداخل ومخارج القرية عشان اللي خطف شيماء ما يقدرش يخرج بيها بره القرية. وبعدها سألوا والد ووالدة شيماء عن لو في أي خلافات بينهم وبين أي حد من الأهالي، لكن أجمعوا إن مفيش أي خلافات، وخصوصا إن القرية مساحتها مش كبيرة والجيران كلهم عارفين بعض كويس ومفيش بينهم أي مشاكل. بعدها بدأت الشرطة تكثف عمليات البحث، وأمروا كل الأهالي اللي موجودين إن محدش يخرج أبدا من القرية. وأثناء البحث أحمد عم شيماء قال لأفراد الشرطة معلومة غريبة جدا، وهو إن في 4 ستات متسولات شكلهم غريب أول مرة يشوفوا كانوا ماشيين في شوارع القرية قبل اختفاء شيماء بحاجة بسيطة. لكن بعد ما سألوا باقي الأهالي كلهم أجمعوا إن محدش شاف أي حاجة، وخصوصا إن يوم الجمعة بتبقى الحركة في القرية بسيطة. بعدها الشرطة قرروا إنهم هيبدأوا يدوروا في كل البيوت اللي موجودة في القرية، ومن طبيعة البيوت في الأماكن دي إن بيبقى فيه زي حوش واسع في كل بيت بيربوا فيه المواشي بتاعهم. وبعد ما الشرطة دورت في كل البيوت وملقوش حاجة، بيجي الدور على بيت عم شيماء، وساعتها والد الطفلة قال لهم إن ده بيت أخوه ومستحيل تكون بنته موجودة جواه. لكن رجال المباحث أصروا إنهم يفتشوا البيت، وخصوصا إنهم من اللحظة الأولى كانوا شاكين في أحمد وزوجته نورة، لكن ما كانش معاهم أي دليل ضدهم. وفعلا الشرطة بعد ما دخلوا البيت وبدأوا يفتشوا لاحظوا إن الأرض في الحوش فيها جزء مش متساوي، بالظبط كأنه حفرة واتردمت بشكل عشوائي وسريع. المهم أفراد الشرطة بدأوا يحفروا الجزء ده، وبعد ما خلصوا اتفاجئوا من اللي شافوه: جثة شيماء وهي مخنوقة وملفوف على رقبتها طرحة لونها أبيض، ومحطوطة جوه كيس بلاستيك كبير مليان ملابس قديمة. وطبعا كل اللي واقفين جالهم حالة من الصدمة،
وعلى طول الشرطة اتحفظت على عم شيماء وزوجته واستدعوا النيابة العامة، وتم نقل جثة شيماء لمستشفى مركز إخميم لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة وخروج تصريح الدفن. وبعدها تم عمل محضر بالواقع، وبتبدأ التحقيقات مع عم شيماء وزوجته نورة. في البداية ظهر وكأنه مصدوم ومش عارف إيه اللي جاب جثة شيماء عنده هنا في حوش البيت، وإنه مش ممكن يكون هو اللي عمل كده في بنت أخوه. لكن بعد محاولات كتيرة من رجال المباحث اعترف أخيرا هو وزوجته باللي حصل. أحمد وزوجته طول حياتهم كانوا مهتمين بموضوع الآثار، لأنهم كانوا بيحلموا يكونوا أثرياء وبسرعة، والحلم ده كان ممكن يخليهم يعملوا أي حاجة في سبيله. وفعلا كل أهالي القرية كانوا عارفين عنهم كده، وعارفين إنهم دايما بيتكلموا عن فكرة الآثار، وإنهم مستعدين يعملوا أي حاجة عشان خاطر الموضوع ده. وأحمد كان مقتنع إن في آثار تحت بيته، وفعلا في يوم من الأيام استعان بأحد الدجالين واللي أكد له صحة الكلام ده، لكن قال له إن الآثار دي عليها حراسة من الجن، وإنه لازم يذبح طفلة قربانا ليهم، لأن ده هيساعدهم إنهم يخرجوا الآثار اللي موجودة. وفعلا ساعتها أحمد وزوجته فكروا تفكير أقل ما يقال عنه إنه تفكير شيطاني، لأنهم قرروا إن الطفلة دي هتكون شيماء بنت أخوه. لكن كل المشكلة بالنسبة لهم إنهم ما كانوش عارفين ده هيحصل إزاي، لحد ما بيجي يوم الجمعة وزوجته نورة بتشوف والدة شيماء وهي خارجة من البيت، وفي الوقت ده بيحسوا إن دي فرصتهم، ودخلوا وخطفوا شيماء وخدوها على بيتهم علشان يكلموا الدجال اللي معاهم وينفذوا خطتهم ويذبحوا شيماء. لكن اللي حصل بعد كده إن والدة شيماء رجعت بعدها على طول وخبطت عليهم وسألتهم على شيماء، وساعتها اضطر إنه يخرج يدور معاها، وعلشان كده اتأخر في تنفيذ جريمته. لكن بعد شوية وبالتحديد لما الشرطة جت، أحمد خاف إن الموضوع يتكشف والشرطة تلاقي شيماء عنده، فقرر إنه لازم يتخلص منها، وفعلا جاب طرحة بيضة وخنقها بيها لحد ما اتأكد إنها ماتت، وبعدين حطها في كيس بلاستيك كبير وحفر في حوش بيته وحط جثة شيماء وردم عليه، وبعدها خرج عادي وفضل يدور مع الأهالي والشرطة على شيماء. وأحمد اعترف كمان إن موضوع الأربع ستات اللي قال إنه شافهم ده كان علشان يضلل الشرطة مش أكتر. وبعد الاعترافات دي تم حبس أحمد وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، ومن خلال التحريات المباحث قدرت توصل للدجال والأشخاص اللي معاه وتم القبض عليهم. والحقيقة إن الإعدام هو أقل عقوبة ممكن تكون للي زي أحمد وزوجته، لأنهم في لحظة اتجردوا من كل المشاعر الآدمية وقرروا إنهم يتخلصوا من طفلة ملهاش أي ذنب. ربنا يصبر والدها ووالدتها، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يقتل نفس بغير ذنب. وبكده انتهت حلقتنا، مستني رأيكم في التعليقات، ولو حابين نتكلم عن أي موضوع ياريت تبعتولنا وإن شاء الله نعمل حلقة عنه. وفي الختام، سلام.